والساعة 10:45 دقيقة عزيزي المشاهد اتحرك اللانشين من رصيف المينا، واللانش رقم 225 تحت قيادة النقيب عوني عازر، واللانش رقم 226 تحت قيادة ممتوع شمس. وبعد ما خرجوا من رصيف المينا عزيزي المشاهد بدأ يحصل خلل في الرادارات بتاع اللانشين، واصبح القائدين غير قادرين على اتباع خط السير الصحيح. ده غير كمان ان اللانش رقم 226 اتضح فيما بعد عدم كفاءته بسبب ضعف امكانياته، وبقى عاجز عن اللحاق باللانش 225. طبعا ده غير مشكلة الرادارات كمان. وحاولت قيادة قاعدة بورسعيد اكتر من مرة تعديل مسار اللانشين لكن ما عرفتش، كل ده عشان ما يقربش من الهدف عزيزي المشاهد ويبقى في مرمى نيرانه. وطبعا كل المحاولات فشلت. وفي حوالي الساعة 12:15 دقيقة بدأ النقيب عوني عازر يتصل بقاعدة بورسعيد ويقول لهم ان الهدف بدأ يقرب مني بسرعة، فاصدر له قائد القاعدة بتفادي الاشتباك. وفي حوالي الساعة 12:20 دقيقة يعني بعد 5 دقايق ابلغ قائد السير بقائد القاعدة انه مش هدف واحد معادي، ده عدة اهداف. وكان